أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قضية الرأي العام. مقتل طبيب الساحل دكتور أسامة صبور الذي قتل على يد صديقه الدكتور أحمد شحتة. احنا الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن اعترافات المتهم الأول والمتهم الثاني في النيابة. النهاردة هنتكلم عن اعترافات المتهمة الثالثة في النيابة، ولكن عشان الاعترافات المتهمة الثالثة كتير هنخصص لها حلقتين. الجزء الأول من اعترافات المتهمة الثالثة إيمان محمد صالح هنقراه عليكم دلوقتي. إيمان لما اتعرضت في النيابة اتسألت اسمي إيمان محمد صالح، سنك 28 سنة، بتشتغلي ايه؟ بشتغل محامية، ووالدي على المعاش، والدتي ست بيت. وكيل النيابة لما سألها اتعرفتي على الدكتور أحمد شحتة ازاي؟ قالت له انا اتعرفت عليه سنة 2014، وساعتها انا كنت شغالة في معمل التحاليل اللي في المستشفى التقوى والإيمان، كنت شغالة موظفة استقبال ساعتها هناك، وكان أحمد شحتة شغال دكتور طوارئ في نفس المستشفى، وأنا كنت لسه بدرس في كلية الحقوق. وبدأت ما بيننا قصة حب، وجي أحمد في سنة 2017 وقال لي إن إحنا عايزين نتجوز قدام ربنا. قلت له ازاي؟ قال لي زي العرفي، وان مفيش حاجة هتبعدنا عن بعض عشان احنا بنحب بعض، وقال لي انتي مراتي قدام ربنا. وانا كنت بروح له العيادة علشان امارس معاه العلاقة الزوجية، وهو كان وعدني اني لما اتخرج من الجامعة هنتجوز رسمي. لكن بعد فترة عرفت ان احمد شحتة اتجوز، وانا زعلت منه وعاتبته، فهو قال لي ان مامته هي اللي غصبته على الجوازة ديت، وانا عشان كده بعدت عنه لمدة 3 شهور، بس من كتر اتصاله بيا رجعت اكلمه تاني. وفي مرة قال لي انه هو عاوز يخطف اي حد من اصحابه اللي شغالين معاه في المستشفى عشان ياخد منه فلوس او يساوم اهله عليه. وانا كنت معترضة على الكلام دوت، ولكن احمد قال لي مفيش حل تاني غير كده، ولان انا عايز فلوس وكمان علشان اقدر اتجوزك. وكان معانا في الوقت دوت الممرض احمد فرج اللي هو المتهم التاني. إيمان بتقول إن أحمد شحتة قال لها إن أسامة صاحبه معاه فلوس ودولارات كتير وعايزين نستدرجه، وقالت كمان إن أحمد شحتة جاب لها خط موبايل وعدة موبايل وقال لها كلمي أسامة واستدرجيه وتميسي عليه في المكالمة. إيمان بتقول أنا قلت لأحمد شحتة أنت هتعلق قرون يعني؟ أحمد قال لها ما تخافيش، محدش هيقدر يعمل لك حاجة. إيمان افرض صوتي ما عجبش أسامة؟ أحمد ما تشغليش بالك، ساعتها هفكر في حاجة تانية. إيمان بلاش الموضوع ده. أحمد قال لها الموضوع ده لازم نعمله علشان أنا محتاج فلوس، وعشان نخلص الموضوع دوت إحنا محتاجين أدوية مخدرة. إيمان بتقول إن أحمد شحتة إداها روشتة دكتور أمراض نفسية ومكتوب فيها اسمها على إنها مريضة، وطلب منها إن هي تجيب العلاج ده من صيدلية الإسعاف اللي في وسط البلد. بتقول بالفعل أنا روحت الصيدلية وشافوا بطاقتي وادوني فعلا الدواء. إيمان بتقول إن أحمد قال لها كلمي الدكتور رائد رئيس قسم العظام وقوليله إن أمي مريضة ومش هتقدر تيجي العيادة وإنك عايزة كشف منزلي ليها. إيمان بتقول أنا كلمت دكتور رائد اللي هو قال لي عليه أحمد شحتة، والدكتور رائد قال لي إن هو مش بيروح كشوف منزلية دلوقتي، والدكتور رائد اداني أسامة أكلمه. اما كلمت اسامه قال لي خدي رقمي وتواصلي معايا على الواتس، وقال لي انا مش فاضي النهارده وهنأجل الكشف اللي انت عايزاه لبكره. قلت له ماشي، واخدنا ارقام بعض. ايمان قالت لاسامه ان اسمها مارينا غطاس، وانها هتبعت له اخوها ميخائيل اللي هو احمد فرج الممرض المتهم التاني. انتظرونا الجزء التاني ان شاء الله.
اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من اعترافات المتهمة ايمان محمد صالح في قضية الرأي العام مقتل طبيب الساحل. احنا في الجزء الاولاني وقفنا عند ان ايمان قالت لها ان هي اسمها مارينا غطاس وان اخوها اسمه ميخائيل وهي هتبعته له. ايمان بتقول ان هي اتصلت بالدكتور أسامة تاني يوم واتفقت معاه ان هي تبعت له اخوها ميخائيل اللي هو احمد فرج اللي هو الممرض، وبتقول ان احمد فرج راح معهد ناصر على الميعاد المتفق عليه مع الدكتور أسامة، وبالفعل احمد فرج اخد الدكتور أسامة على شقة ابو وافية. وبتقول ايمان انا كنت في البيت واتصلت بالليل على احمد شحتة تليفونه مقفول، فاتصلت على احمد فرج برضو تليفونه مقفول، واتصلت على تليفون أسامة بسذاجة برضو لقيت تليفونه مقفول، فقلت حسيت كده ساعتها ان في مصيبة حصلت. وتقول فضلت اتصل على احمد شحتة لحد ما فتح تليفونه في الفجر ورد عليا وقال لي ان الدنيا كلها تمام، بس هو لسه ما قالش على مكان الفلوس فين ولازم ننقله على عيادة الساحل علشان الشقة ابو وافية في ناس كتير طالعة نازلة وما ينفعش يفضل في شقة ابو وافية لانه لو فاق ممكن يعمل مشكلة ويعلي صوته ويعمل لنا مشكلة. ايمان بتقول في يوم 5/6 بعت رسالة لأحمد على الواتس عشان اطمن، رد علي احمد وقال لي حاولي تجيني العيادة علشان نعرف نتكلم مع بعض. ولما رحت العيادة احمد خد مني التليفون والشريحة اللي كان جايبهم لي علشان استدرج بيهم أسامة، وقال لي ان هما ملقوش مع أسامة الا محفظته اللي فيها 250 جنيه وموبايله. واحمد قال لي ان هما دفنوه في الحفرة في الأوضة التانية. فايمان قالت لاحمد وكمان كنتوا مجهزين له حفرة؟ احمد شحتة قال لها امال انت كنت عايزانا ندفنه فين؟ ايمان قالت له انا كنت فاكراكوا هتسيبوه بس لما تاخدوا منه الفلوس. ايمان بتقول ان احمد شحتة قال احمد الممرض روح امشي انت دلوقتي، وقالت ان احمد شحتة خدها للأوضة التانية ووراها الحفرة اللي مدفون فيها أسامة وخد منها الشريحة والموبايل اللي هو كان جايبهم لها عشان تستدرج بيها أسامة وكسرهم. ايمان بتقول انا ما قدرتش اقف وقلت له انا عايزه امشي وخرجت وقفلت تليفوني لمده 5 ايام، ولما فتحت الموبايل لقيت احمد شحتة باعت لي رساله على الواتس بيقول لي انا عايزه اتكلم معاكي، انا بحبك وانا عملت كل ده علشانك. ايمان قالت له سيبك من الاسطوانه دي، وانت قلت الكلام ده اكتر من مره ووعدتني ان انت تتجوزني اكتر من مره. ايمان قالت ان احمد شحتة قال لها اعملي لي التراخيص بتاعه العياده الجديده وبعد كده خلاص ممكن نفضل القصة اللي بينا. ايمان بتقول انا رحت العيادة علشان اخد الورق والفلوس فما لقيتش حاجة، فاتصلت عليه فقال لي انه نسي يسيب لي الورق وان الورق معاه في الشنطة وان هو في المستشفى مع الناصر دلوقتي وقال لها استنيني انا جايلك. ايمان بتقول انا كنت خايفة وحاسة ان الريحة بدأت تطلع، وبتقول ان جالها تليفون من رئيس مباحث شبين القناطر في الوقت دوت وقال لها ان في زميلة ليها عندها مشكلة في الاسم. فبتقول انا رحت وهناك عرفت ان الموضوع يخص القضية بتاعت او الجريمة بتاعت أسامة صبور، لان هم خدوني من اسم شبين القناطر على اسم اول شبرا الخيمة ومن بعدها على اسم الساحل وبعدها جابوني على النيابة، وده كل اللي حصل. دي اعترافات ايمان في النيابة العامة. طب اقول عليكي ايه؟ يعني انتي يا ايمان المفروض ان انتي دارسة قانون وبتشتغلي بالقانون وعارفة عقوبة القتل ايه. انا عارفة طبعا ان انتي ممكن ما تاخديش نفس العقوبة اللي احمد شحتة ياخدها، لكن برضو شاركتي في قتل انسان بريء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انتي ضيعتي مستقبلك، سواء ضيعتي مستقبلك بالجواز اللي هو مش جواز اصلا وقالك هنتجوز زي العرفي، لا منك اتجوزتي عرفي ولا رسمي، وضيعتي مستقبلك المهني كمحامية. حسبي الله ونعم الوكيل.